هي دي مش مهم. السلام عليكم، ازيكم دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين في سلسلة فيديوهات الاندايركت. فيديو النهاردة ريدكشن لجزء بس صغير كده، اننا نشوف شغل الاندايركت بتاعنا على البيشنت. طبعا شغلنا على دام هيد نفس الفيديو اللي فات. البوزيشن بتاع الدام هيد بتاع البيشنت، الاوكلوجن في مستوى القلب بتاعك، مسكة الكونترا، خلاص الكلام ده كله عارفينه، كل ده كلام قديم. تمام. طيب بالنسبه للاندايركت او الشغل، مثلا لو انا شغال على سنه دلوقتي هشتغل ابر سنترال، احنا بس الجزء الوحيد اللي هيتعمل اندايركت فيها هو جزء البلاتال. تمام. طيب غير كده جزء الليبيال كله فانا كله شايفه دايركت بالنسبه لي. كونتاكت ميزل وديستال اقدر ان انا برضو دايركت فيجن بالنسبه لي. شغل الاندايركت انا حاطط الميرور المره دي كبيره شويه بالعرض عشان الفوكس يبقى افضل عليها. هنشتغل بس جزء البلاتال اول. تمام. طيب البلاتال وول فيه شوية شروط كده احنا عارفينها، اللي هو الهايت بتاعي من الفينش لاين لحد السنجلم ما يقلش عن 1.5 مللي، معاك من 1.5 ل2. اللونج اكسس هنا بيختلف از انتيريور تيس. تمام. اللونج اكسس مش هبقى ان انا برر از فيرتيكال مع الكوست او زي السنان البوستيريور. عندي حاجه اسمها ليبيال بروتروجن، السنه بتكون الكراون بتاعها بروترودد شويه ليبيالي، بارز لقدام، السنه مش بتبقى نازله فيرتيكال في الكوست. تمام. طيب فانا في اللونج اكسس خلاص، انا على ازا ليبيال، ان انا في التو بلين بتاعي. فيرست بلين بيبقى واخد سيرفيكال 1 سيرد، سكند بلين الميدل والانسايزر سيرد، والانسايزر ريدكشن. كل الكلام ده انا بعمله في الاول. كل اللي يهمني دلوقتي انا عايز بس جزء البلاتال وول بتاعي. تمام. زي ما اتفقنا ان انا عندي من الاهم الحاجات هنا في جزء البلاتال الهايت بتاعي. الهايت بتاع البلاتال وول من الفينش لاين لحد السنجل ما يقلش عن 1.5 مللي، لان ده المسؤول عن الريتنشن بتاع الكراون مع بلين 1 اللي في الليبيال. تمام يا دكاتره؟ طيب حاول دلوقتي كده نظبط الرؤيه بتاعتنا. اول زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، قبل ما ببدا ان انا ابص في الميرور انا بظبط الكونترا بتاعتي الاول. سيبك من الميرور دلوقتي خالص، شوف اللونج اكسس بتاعك. طيب هل انا دلوقتي كده يعني السنه الكاست مرفوع لقدام، فانا يعني حاول نشوفها في المرايه ان انا عايز ابقى ميل، او الكونترا بتاعتي مميله شويه على ناحيه الليبيال، لان اتفقنا اللونج اكسس بتاع السنه هنا مش واقف فيرتيكال، لا في ليبيال بروتروجن، السنه بارزه لقدام شويه. تمام. طيب تاني حاجه معايا ان انا خلاص انا دخلت بالكونترا، عرفت اللونج اكسس بتاعي. بعد كده ببدا ان انا ابص في الكونترا، اشوف التيب بتاعت الستون ماشيه ازاي. تمام. طيب عندي حاجه برضو مهمه بما اني شغال اندايركت، حاجه ان انا اقدر اعرف انا ايديا برر لونج اكسس او مميله. انا عندي ان انا الباراليزم بتاعي من 4 اتجاهات، ان انا على السن او بعيد عنها، او ان انا يمين وشمال. طيب حته على السن او بعيد دي انا شفتها بايديا ان انا على اللونج اكسس بتاع السنه بتاعتي. طيب يمين وشمال اعرف الستون بارل ولا مميله كده او كده. انا ببص على الجزء البيز بتاع الكونترا، اللي هو الجزء اللي بشاور عليه بالميرور ده كده. تمام. ده الجزء ده كده بالظبط، ان هو يكون بارل مع الانسايزر ايدج بتاعتي. واضح كده؟ طيب هل انا كده بارل؟ لا. هل انا كده ايديا بارل؟ لا. يبقى انا لازم ايديا تبقى بالشكل ده، وان ايديا الستون مياله شويه على الليبيال او على التوث ستراكشر بتاعي. تمام. طيب خلاص، ادخل بايدك ظبط الزوايا بتاعتك الاول، ما تبصش في المرايه، ظبط الزوايا بتاعتك الاول. ادي اللونج اكسس، ايديا بارل ماشيه مع الانسايزر ايدج، بارل لونج اكسس ان انا ماشي مع اللونج اكسس بتاع السن. ابدا ادخل في التوث ستراكشر وشوف يلا هتمشي ازاي. طيب الاتجاهات ثم الاتجاهات ثم الاتجاهات ثم الاتجاهات مهمة جدا 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 جدا. طيب انا دلوقتي شغال على مايكرو موتور لو سبيد، فانا دلوقتي عندي الاتجاهات اوبشن رايت وليفت. في الهاي سبيد مفيش رايت وليفت، هو شغال رايت بس. تمام. طيب رايت يعني ايه وليفت يعني ايه؟ رايت اتفقنا وشرحنا الكلام ده في فيديو لوحده قبل كده. يعني الستون بتاعتي بتلف كلوك وايز، الستون في الكونترا بتلف مع عقارب الساعه، يبقى حركه ايديا مع السنه او انا برسم الفينش لاين كلوك وايز دايركشن، ان انا همشي مع عقارب الساعه. طيب انا شغال بلو سبيد، عايز اشتغل ليفت براحتك خالص، هتشتغل كاونتر كلوك وايز. انما حته ان انا يمين شمال دي مش كويسه خالص وبتبوظ معايا الدنيا. تمام. يلا سريعا بقى عشان ما نضيعش وقت، ظبط ايدك. انا هحاول ان انا ابص عندي في الميرور مش هبص في الكاميرا. تمام. طيب انا همشي دلوقتي، انا اتفقنا الاتجاه بتاعي انا ماشي رايت، يبقى انا همشي كلوك وايز دايركشن. يبقى انا هجيب هنا كده من الديستال او من عند اللاترال للسنتر، من الديستال للميزل. تمام. الاتجاه بتاعتك كله تمام مظبوط. ابدا ارسم الفينش لاين بتاعي. الفينش لاين والكلام ده كله، التريكات دي كلها قايلينها قبل كده. ووكينج موشن. خلاص انا ظبط ايديا ما فتحش. انا مش عارف الجزء ده ظاهر في الكاميرا او لا، يعني عشان الموبايل جاي في زاويه، فانا عينيا على الجزء ده البيز بتاع الكنترول بارل مع الانسايزر ايدج بتاعي، وايديا مميله شويه على السنه. تمام عشان اظبط اللونج اكسس بتاعها. واضح يا دكاتره؟ تمام. يعني اتمنى يكون واضح، لان انا مش عارف اركز في الناحيتين.
هي دي الفينش لاين بتاعنا. طيب الكلام ده كله قايلينه قبل كده. ووكينج موشن على اقل من مهلك، كونتينوس بريشر. فينش لاين نزل مني في حته، بصيت في الموبايل تمام، بس في ايدينا هنحاول نظبطه تاني. حركة ايديا مش عايزين، ثواني، واضح الحتة اللي حصل دروب فيها تمام. طيب فينش لاين مش عايزين السرعة، مش مطلوبة قوي ان انا احاول نفوكس، يعني حاجة زي كده. الكلام ده كله بيعمل irregularities. هتلاقي عندك الفينش لاين هتلاقي فيه جروفز، هتلاقي كله لاينز معاك مش واضح اصلا، مش اكسنتويتد، مش سموث، مش راوندد. هتلاقي فيه حاجات كتير، شاربنس كتير مش كويسه معاك تمام. طيب الافضل ان انا بمشي، نوضح كده، ان انا بمشي زي walking موشن واضح، زي continuous بريشر. ما تبصش في الميرور، ظبط ايدك الكونتر الاول، شوف اللونج اكسس بتاعك، شوف انت بارل ولا عامل اوفر كونفيرج ولا عامل اندر كات، ظبط الدنيا تمام. هنحاول برضو اننا ننزل في الفينش لاين. انا يعني بشتغل ببص في الميرور فمش باخد بالي من الفوكس. طيب انا اقدر امشي 2 3 مللي وارجع اجيب من الاول تاني، مفيش مشكله، بس ما افضلش قاعد عمال اعمل كده. الكلام ده كله مش كويس، ان انا عمال رايح جاي شويه يمين شويه شمال، مش عارف انا ماشي ازاي. كل الكلام ده بيأثر على الفينش لاين بتاعي. طيب ولو مشينا غلط، لو انا ماشي مثلا رايت وشغال، لو انا المايكرو موتور بتاعي رايت وانا ماشي كاونتر كلوك وايز، هلاقي فيه irregularities رهيبه. يعني اكنك كده، شرحنا الكلام ده في فيديو قبل كده، اكنك العربيه بتاعتك ماشيه لقدام وحد بيشدها لورا، فالعجل عمال بيفرمل في مكانه، مش بيدي الاستابيليتي بتاعتك او الافشنسي في الكاتنج معاك تمام. واضح يا دكاتره؟ ادي الفينش لاين. طبعا الفينش لاين مش بنهتم دلوقتي اننا نفنشه، مش هيكون سموث معاك، لان الستون اللي انا شغال بيها كاتنج ستون الزرقاء تمام. انا دلوقتي بحاول ان انا برسم واحدد السيكنس بتاعي، ودايما السيكنس بيكون في المينيمم. انا دلوقتي مثلا لو انا شغال اول سيراميك، ان انا عندي فينش لاين من 0.8 ل 1 مللي، فانا بشتغل اقل من ال 0.8 كمان، بحيث ان انا لما افنش بعد كده الاقي ان الفينش لاين بتاعي وصل ل 0.8 بيرفكت، ده اللي انا محتاجه. واضح يا دكاتره؟ ادي الفينش لاين معانا، شغل كله اندايركت، انا باصص عندي في الميرور تمام. يبقى اتفقنا حاجات ثابته مثبتينها. ادخل بايدك الاول. عندي بس كذا شرط كده، حاجات صغيره كده. انا عندي دلوقتي اللونج اكسس بتاع السنه مش فيرتيكال، مش نازل فيرتيكال كده، لا، السنه فيها ليبيال بروتروجن، ان انا ببقى مايل ايديا، مايل الكونترا شويه لقدام. طيب الكلام ده امتى؟ هتقول لي غزال، طب ما انا في الليبيال مايل ايديا. الليبيال هو التو بلين بتوعه بيظبطوها لوحده، بيظبطوها لوحدها. يعني انا عندي سيرفيكال 1 سيرد، بلين 1، بلين 2 ميدل، وانسايزال سيرد بتتظبط لوحدها، ما تشغلش بالك خالص بالليبيال. شغل الاندايركت كله، او التركايه الوحيده عندي هنا في اللونج اكسس، انا في ناحيه البلاتال، ان السنه مش فيرتيكال، ليبيال بروكلينيشن تمام، بروتروجن. طيب قبل ما تدخل ظبط ايدك، يعني سيبك من التب خالص بتاعت الستون. انا بركز على حاجتين وانا شغال. التب بتاعت الستون بترسم لي فينش لاين، السايد هيرسم لي الهايت بتاع الوول اللي هو البلاتال وول، اللي هو اتفقنا ما يقلش عن كام؟ ها، من 1.5 ل 2 مللي. طيب انا عايز اظبط اللونج اكسس بتاعي، انا السنه كده انا واقف فيرتيكال على الكاست، لا، مايل ايدك شويه ناحيه الليبيال تمام. طيب السنه بتاعتي عايز اعرف، انا بعرف اللونج اكسس من 4 اتجاهات، اشوف انا مايل هنا البيز بتاعت الكونترا، ايدي لو عامله كده هتلاقيها بتكونفيرج في ناحيه اكتر من الثانيه، او من ناحيه هتعمل لك كونفيرج والناحيه الثانيه هتعمل لك اندر كات تمام. ظبط ايدك البيز بتاعت الكونترا ده مع الانسايزر ايدج، الاثنين بارل لبعض تمام. حركه ايدك ووكينج موشن مش باكينج موشن، مش عمال بقطع، كونتينوس موشن او ووكينج موشن، عشان اقدر اطلع فينش لاين بالشكل ده. طبعا لسه ما فنشناش، فينشنج هيفرق معاك جدا. ده الهايت بتاع الوول اللي انا بتكلم عليه، من اول السنجل من هنا لحد الفينش لاين، والفينش لاين هنا كمان اقدر انزله. بس الحاجات الصغيره والفينشنج الصغير ده مش بهتم ان انا اعمله بالكاتنج ستون، كل ده بيبقى بالفينشنج ستون الكود الاصفر. ان الهايت بتاعي من عند الفينش لاين لحد السنجلم ما يقلش عن 1.5 ل 2 مللي. 1.5 حلو اكسبتابل، 2 مللي بيرفكت، عشان ده المسؤول عن الريتنشن قلنا، مع بلين 1 ناحيه الليبيال اسبكت تمام يا دكاتره.
اتمنى الدنيا تكون تمام، وان شاء الله مكملين مع بعض باقي فيديوهات شغل الاندايركت باذن الله. استنونا في فيديوهات جايه. السلام عليكم.